بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. هذه الدولة وهذا البلد لم يحتل ويتبوأ هذه المكانة التي له في العالم إلا عن طريق الإسلام. فهذا المغرب عرف بناء أول دولة إسلامية في الغرب، وعاش المسلمون في هذا البلد على الإسلام، فأعزهم الله تبارك وتعالى وضمن لهم الإسلام وحدة الصف والأمن الروحي وكل ما كانوا يتوقون إليه. فمنة الله على هذه الأمة باختيار الإسلام لها لا تعدلها منا. فلو سجد المغاربة على الجمر يريدون أن يشكروا الله على هذه النعمة لما وفوا لله حق الشكر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنهم بذلك زيادة على ما أكرمهم الله تبارك وتعالى من آثار التشبث بهذا الدين على المستوى الداخلي، لقد بوأهم أيضا مكانة عظيمة في مسألة الشهود الحضاري. فمن هنا انطلقت الدعوة الإسلامية إلى جنوب إفريقيا، جنوب الصحراء، إفريقيا جنوب الصحراء، فتسللت أنوار الهداية عن طريق هذا الشعب. وفي الشمال أيضا في شبه الجزيرة الإبرية، الجزيرة الخضراء، إلى تخوم، بواطي، كل ذلك كان بفضل بإذن الله تبارك وتعالى الإسلام. فحول المغاربة إلى أمة ذات رسالة تنوب عن رسول الله وعن الجيل الطيب المبارك الذي ساح بالدعوة في كل الأرض من أجل إتمام نور الله الذي يتمه الله على يد من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الأولى. ثانيا، ما كان يدور بخلدنا نحن المغاربة ورثة أجدادنا أن يأتي زمان العمل على علمنة المغرب بشكل كبير وبخطى متسارعة. هذا الأمر أصبح يخيفنا ويرعبنا، يرعبنا ليس على أنفسنا ولكن على مستقبل هذا البلد وعلى مكانته في العالم. لذلك فحينما تسمع مثلا وزير الأوقاف يقر ويصرح بعظمة لسانه في مجلس الأمة البرلمان بأننا دولة علمانية، أو وزير العدل الذي يطالب بتسريع ما يسمى بالتغييرات التي تمس المدونة قبل أن يأتي جيل لكي يتم التراجع على ذلك، أو تصريح لا حول ولا قوة إلا بالله الذي قال، وهذا رئيس حزب، إننا سننتقل من مشروع الدولة الإسلامية إلى مشروع الدولة العلمانية. كثير من هذه التصريحات لبعض هؤلاء، وهؤلاء يتحملون مسؤولية كبيرة في الدولة. أنا لا أتحدث عن الإعلام الذي يقوم بشغله الكثير من العلمانيين والذين يعملون على إشاعة المحتوى العلماني، هذول مسؤولين. فأن يقول بعض المسؤولين ذلك هو الذي جعلنا نتخوف فعلا على أن خطوات علمنة حتى الفضاء العام هو أمر يسير على قدم وساق في ظل صمت عجيب من العلماء. ولذلك فإن القرار الذي اتخذ بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية حول مسألة مثلا القضية ديال سيارات نقل موتى المسلمين، والذي يقضي بإزالة كل هذه الشعارات الدينية، آيات ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام المغاربة بإذن الله تبارك وتعالى واعترضوا على ذلك ونبهوا أن مثل هذه الخطوات هي فعلا تثير عند الشعب المغربي يعني عدم رضا وشكوك كبيرة. مثلا المقارنة بين هذا الذي يفعلونه وبين ما يسمى بالصليب الذي لا زال يرفع لحد الآن في بلد مسلم في كل صيدلية. وأنتم تعرفون أن الصليب ليس ماركة تجارية، الصليب واسمه هو رمز لعقيدة. جاء القرآن الذي هو دستورنا
واسمه يدير واسمه يقول باللي هذا من أكبر الافتراء على الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فكيف يرفع الصليب على الصيدليات؟ هذا قانون فرنسي. ولماذا بعض الدول العربية سارعت لإزالته مباشرة ووضعت هنالك الهلال؟ علاش لماذا البلد احنا كان بالإمكان أولى أن نتحرك في اتجاه تحرير الفضاء العمومي من العقائد الباطلة التي تنافي دستورنا الذي ينص على أن القرآن والإسلام هو دين الدولة الرسمي. ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فتم التراجع عن ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك نقرأ من هسبريس: علمت جريدة هسبريس من مصدر مطلع أن الحكومة حافظت على إدراج عبارات مثل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رب، وكل نفس ذائقة الموت، ونقل أموات المسلمين على سيارات نقل الأموات. إذن هذه الثلاثة أبقت عليها الحكومة، حافظت على هذه العبارات: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآية كل نفس ذائقة الموت، ونقل أموات المسلمين. وأفاد المصدر المطلع بصدور قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية يقضي بتغيير القرار المشترك رقم 2250-25 الصادر في 15 ذي القعدة 1446 13 ماي 2025 المتعلق بتحديد معايير الصحة والسلامة الواجب التقيد بها في عمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور. وينص القرار الجديد الذي طلعت عليه الجريدة وسينشر قريبا في الجريدة الرسمية على أن تظل سيارة نقل الأموات خالية من أي عبارات أو شعارات باستثناء عبارات محددة تدرج على جانب السيارة وفق التركيب الآتي: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل نفس ذائقة الموت، ونقل أموات المسلمين. إذا تم التراجع عن ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ونثمن هذه الخطوة ونعتبرها بإذن الله ذات دلالة وحمولة تتماشى ومقتضيات دستورنا وتتماشى ورغبة المسلمين، بل إصرارهم على أن تتبع هذه الخطوة بخطوات أخرى لتثبيت مرجعيتنا في كل الأمور. وفي هذه النقطة الثالثة أقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ينبغي بإذن الله تبارك وتعالى احترام مرجعية الأمة في كل القضايا وليست في هذه المسألة فقط. فنحن في هذا الاتجاه بإذن الله تبارك وتعالى. يا الله، نريد أن يرفع التضييق على المساجد ويتم التراجع عن الخطبة الموحدة، فإن هذا لم يشهد المغرب من قبل. وإني أرفع صوتي وأبرق بهذه الرسالة إلى من يهمه الأمر أن مسألة توحيد الخطبة الآن هي بذاتها تصب في خانة علمنة المنبر وتكميم أفواه الدعاة والعلماء وتحجيرهم على الحديث في خطبهم عن ما يهم الحي والبلد والقضايا التي تهم المكان الذي يتحرك فيه. فهذا أيضا نتمنى التراجع عليه، فإن المغاربة والذي يعيش معهم ويستمع إليهم ويرى أثر ذلك على المساجد في الجمعة لا يلحظ ذلك. والعبد الضعيف تأتيه الأسئلة: ما فائدة الخطبة الآن حينما يتحول الخطيب إلى قارئ للنشرة فقط ببرود، خطب ميتة. فأنا أعوذ بالله من قلت أنا أتمنى بإذن الله تبارك وتعالى يتحقق هذه الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى. ثانيا، أن يتم الإسراع في فتح المساجد المغلقة لحد الآن، وهي تقريبا 2453 كما ذكرت بعض المصادر، أن يتم فعلا فتحها في وجوه المصلين
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. ثالثا، نرجو أن يتم احترام مرجعية الأمة في قضية التغييرات التي تستهدف مدونة الأسرة حتى لا نفجع أكثر. فنحن مسلمون يا أيها الناس، يا أيها الناس، نحن مسلمون في هذا البلد المسلم. رابعا، يجب أن يتم احترام المشاهد المسلم من خلال برامج تقدمها التلفزة ووسائل الإعلام، وخاصة في شهر رمضان مسلسلات مخلة للحياة. وراكم تعرفوا واسمه هو المسلسل الآن الذي يتحدث عنه تهكم بالحجاب ومسائل أخرى لا أريد أنزه في شهر رمضان وفي شهر الصيام لساني على أن ينطق بها. لا إله إلا الله. خامسا، نريد بإذن الله تبارك وتعالى تماشيا مع المحافظة على تأطير مرجعية الإسلامية لكل الفضاء، وحتى الفضاء السمعي البصري، وحتى الفضاء نتاع البنية الإعلامية الجديدة، التيك توك وغيرها، محاربة المحتوى التافه المنافي لديننا وقيمنا، الذي ينشر عياذا بالله العري والتبرج والأمور التي تخالف ديننا. لا إله إلا الله. هذا هو رجاؤنا وهذه رسالتنا، فنثمن ما الذي وقع التراجع عنه تماشيا مع مرجعيتنا، تلاؤما مع ديننا الذي يؤطرنا كدولة إسلامية. لا إله إلا الله. باقي ما يتقال، ولكن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا، الحاصل أن الإسلام الذي أطر حياة المغاربة منذ تأسست دولة الإسلام الأدارسة في الغرب الإسلامي، والذي أعطاه كل هذا الإشعاع عبر هذا التاريخ الطويل، والذي يشهد له القاصي والداني، هذا الإسلام هو مصدر أمننا الروحي، هو مصدر استقلالنا، هو مصدر استقلال قرارنا السياسي والاقتصادي، هو ضمان حمل مشعل راية التوحيد وراية الدعوة إلى الله، كما أراد الله لهذه الأمة حينما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب